السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون على خير وبخير يا ربي. اليوم جبت لكم مسمنات في الفرن، نتمنى يعجبوكم وما تنسونيش في الاشتراك وفي الجيم وفي التعليقات ديالكم. كنبغيكم بزاف 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 بزاف. مرحبا عليكم. نبداو على بركة الله. بالنسبه للمسمن بحال المسمن العادي ديال المقله، غير هو هذا غادي غندخل هاد المسمنات للفرن. بالنسبه للعجين، واخا غنعاود معكم العجين، واخا العجين عندي على القناه. بالنسبه لهنا عندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض فورس، وعندي هنا 4 ديال الفينو اللي هو الدقيق القمح، عندي معلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه والماء باش غادي نجمع العجين والسكر وهاد الزنجلان او السمسم هذا باش غادي نزين الوجه ديال المسمنات ان شاء الله. دابا انا غادي نعجن العجين ديالي كيف ما كنقول لكم دائما. العجين اي عجين كيف ما كنبغي يكون النوع ديالو يتعجن قاصح ويتسدلك مزيان، وحنا كندلكو ملي نحسو العجين يتسدلك مزيان مره نزيدو الماء حتى يترخف ديك الرخوفيه اللي بغينا حنا نوصلوا ليها. نبداو على بركه الله. المسمن ديالنا من بعد ما عجناه مزيان وخليناه يرتاح واحد 10 دقائق ما كايناش، عملنا على شكل كرات. دابا غادي نبدا نطلق المسمنات ديالنا. من بعد ما طلقت الكره الاولى على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا، ندهنها بشويه ديال الزبده المذابه وندردر عليها شويه ديال الفينو او السميد الرقيق، ونطويها على هذا الشكل باش نعطيها شكل مربع بحال المسمن ديالنا العادي. من بعد نطلق الكرة الثانية، من بعد نطلق الكرة الثانية وندهنها حتى هي بشويه ديال الزبده وشويه ديال السميد، ونحط عليها المربع الاول ونطوي العجين على شكل مربع، نخليها ترتاح الشكل هذا. ومن بعد غادي نحطها في اللاطه حتى ترتاح ونقرصها ان شاء الله وغادي نرجع معكم. من بعد ما يرتاحوا المسمنات ديالنا نقرصوهم، ما نقرصوهمش بزاف باش ما يجوش رقاق مغلاض على هذا الشكل. وندهن شويه، ندهن الوجه ديالها شويه بالزيت عفوا، ونبدا ندردر شويه ديال على الطريقه هذه، ندردر شويه ديال الزنجلان ومن بعد الزنجلان او السمسم ندردر شويه ديال السكر هي سنيده عفوا. من بعد غندخل اللاطه ديالي للفرن شاعل سخون اولا ونخليهم يطيبوا، المهم نخليهم حتى يطيبوا المهم الفرن شاعل من الجهه الفوقانيه والجهه الثانيه، وغيطيبوا عادي بحال كنطيبوا في الخبز، يبانوا لنا تحمروا وتقرملوا ونخرجوهم باذن الله.
المسمنات ديالنا ها هما من بعد ما طابوا. شوف كي كيجيو الشهوه منهم بالصحه والراحه. نقادو في التفصيل ونقدمهم لكم بالصحه والراحه. المسمن ديالنا ها هو وجد. شوف كي يجي مورق. نتمنى يعجبكم، واللي عجبو الفيديو دير جيم ودير اشتراك، وتعليقاتكم كيهموني بزاف. ومرحبا والف مرحبا في وصفة اخرى ان شاء الله.